تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم والديها الراحلين بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين وعلقت عليها: محتاجة ليهم قوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، بحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول قوي، بنزل واتصور وأشوف ناس وأصحاب الحمد لله، بس بصراحة برجع بالليل أشد في شعري وصورتهم دي بتخليني مش أعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي. أرجو الدعاء ليهم وليا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. تواجدت الفنانة إيمي سمير غانم مع حسن الرداد في كل عروض فيلمه داخل وخارج مصر، حيث أقيم 3 عروض خاصة في دبي والرياض وجدة، وعادت إلى مصر لمساندته هنا أيضا برفقة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم. عرض فيلم تحت تهديد السلاح في ألمانيا، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حمائي، وبطولة النجم حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن.